مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. الجرارات الحكومية تسرع من عمليات الحراثة في إقليم عنسبة. صيانة مجرى تحويلي في أفتى وزلة. تسيير أنشطة حفظ المياه وحماية التربة في ضاحية بشكة. مهاجمون يقتلون أكثر من 30 قرويا على الأقل في مالي. ميركل تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إقرار خطة التعافي. وأمريكا تسعى لمصادرة بنزين في 4 ناقلات إيرانية متجهة لفنزويلا. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بالإقليم السيد يوناس إبراهام وجود برنامج لزراعة مساحة تبلغ 58 ألف هكتار هذا العام، ويتم حراثة 25 ألف هكتار بالجرارات منذ 27 من يوليو، و33 ألف هكتار بالوسائل التقليدية. وذكر بدء هطول الأمطار منتصف شهر مايو في الإقليم، وقامت مديريتي عتكليزان وعلا برعد وأجزاء من قلب زراعة الذرة والذرة الشامية والذرة الرفيعة بموسم أمطار الربيع، ويجري زراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة والداغوشة في مناطق مناخ الهضبة، والدخن والذرة والفول في مناخ المنخفضات. وأشار إلى أن إدارات الضواحي ولجان القرى والمؤسسات الحكومية تعمل بالتنسيق مع مؤسسة المواشي والغلال لمنح الأولوية للمزارعين المحتاجين وتوزيع عمل الجرارات. وأوضح المزارعون بذل الجهد لحماية المزارع من الحشائش والآفات الزراعية، مشيدين بتوفير الجرارات مسبقاً. يقوم مزارعو أفتى وزلا بمديرية فرو بصيانة مجرى تحويلي للاستفادة الجيدة من السيول المنحدرة من الهضبة. وأوضح مدراء الضاحيتين أن العمل الجاري بالطاقات البشرية والثيران يحتاج للآليات لإيجاد حل دائم، باعتبار المنطقة تتجمع فيها سيول أودية علقيدة وحداس وكومايله. وأفاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد تسفاي تولده وجود مساحات زراعية كبيرة في المنطقة، وقد شيد مجرى تحويلي بطول 650 مترا وارتفاع 12 مترا لري المزارع، مشيرا إلى القلق الموجود من انهيار المجرى التحويلي لقوة السيول. من جانبه أوضح مدير مديرية فرع السيد عثمان عرفة أن المزارعين بدأوا العمل في أوانه للاستفادة من كل قطرة ماء، مشيدا بتنسيق وتعاون المزارعين لإنجاز العمل الذي يحتاج لجهد كبير، ويجري التفاهم مع الجهات المختصة لحصولهم على الدعم الآلي. تقوم وحدات قوات الدفاع المرابطة في ضاحية بوشكة بمديرية شامبوكو بتنظيم أنشطة نفير لإصلاح مساقط المياه لحفظ المياه وحماية التربة. ووفق المعلومات التي أفاد بها مراسل وكالة الأنباء الإريترية، إن البرنامج هو مواصلة للأنشطة التي كانت تجري مسبقا، وتم بناء حواجز في حوالي 20 هكتارا وإعداد حفر للشتول. وقال المشاركون في الآراء التي أدلوا بها إن الهدف الرئيسي من الحملة هو مكافحة التصحر والانجراف وإخصاب التربة ورفع الإنتاجية وتنمية الثروة الغابية، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاز أعمال واسعة بالتعاون مع السكان. أعفى الإريتريون أصحاب البيوت في الداخل والمهجر مدفوعات الإيجارات. وفي مديرية جودايف بالإقليم الأوسط أعفى السيد قبر هوت هبت مريم المقيم في ألمانيا إيجار شهر، والسيد قبر مسقل يحدقو من ألمانيا إيجار 3 أشهر، والسيدة أبابا عقبازقي من إيطاليا إيجار شهرين، والسيد إيوب كفلوم والسيد مسفن هبتة من أمريكا إيجار شهرين، و6 مواطنين من مايعيني إيجار شهر ل3 أشهر. وفي قزبان أعفت السيدة تواكوهام برهي من ألمانيا إيجار شهرين، والسيد زكرياس نقاسي من ألمانيا في مديرية باراديزو ل3 أشهر، والسيد ولداب عقباسيون إيجار شهر، والسيد أدحانوم سلمون من السويد إيجار شهرين، والسيد أسفا حيل قرقيش من أمريكا إيجار شهرين.
وفي مديرية مايتمناي يعفى السيد محاري قدي من أمريكا إيجار 3 أشهر، والسيد هايلزقي عند ميكائيل من أمريكا إيجار شهر، وأسرة سلمون تخلاي من أمريكا إيجار شهرين، والسيد فسهي هابتي إيجار شهرين، والسيدة بينا أسمرون من أمريكا إيجار شهرين. وفي مديرية عداق حموس عفت أسرة فسهية بخيت إيجار شهرين، والسيد قرماي أبرهة إيجار شهر في مندفرة، وورثت الفسهازين المقيمين في الخارج إيجار شهرين، والسيد ميدو فانا من ألمانيا إيجار شهرين، والسيدة هدأت مسقانة إيجار 4 أشهر، وزايد قبر موسى من بريطانيا إيجار شهرين. وفي ترافولو عفى السيد عند دمشق الهيلي إيجار شهرين، والسيد منقس آب كيداني في أباشاول إيجار شهرين، والسيد أفورقي أبراهام إيجار شهر، وأسرة قبر آب دريا إيجار 3 أشهر. وفي مديرية 4 اسمرا عفى السيدة مآز زكرياس من أمريكا إيجار شهرين، وأسرة تكي قبر مريم إيجار شهرين، وأسرة تسفازقي قبر مريم إيجار شهرين، وأسرة العقيد نقاش قبر مريم إيجار شهر، والسيد تمسقن قبر سلاسي إيجار شهرين، وأسرة فسهازيون كفله إيجار شهر، وأسرة تولده قرمو إيجار شهر، وأسرة جابر برهانو إيجار شهرين، وأسرة شامبل ولدو سلمون إيجار 3 أشهر، والسيد يعقوب أسرات إيجار شهرين. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. قال مسؤولون محليون في مالي إن 32 مدنيا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية على قرى لعرقية دوجون التي تعمل بالزراعة في وسط البلاد. واستهدف المهاجمون 4 قرى في منطقة موفتي التي شهدت عشرات المذابح العرقية المتبادلة وغارات للمتشددين الإسلاميين خلال السنوات القليلة الماضية. ونشر مولاي جندو رئيس بلدية منطقة بانكاس قائمة بالضحايا ذكرت أن عدد القتلى 32. وقال مسؤولون بالمنطقة لرويترز إنهم يعتقدون أن الهجمات نفذها متشددون يقولون في الغالب إنهم يدافعون عن أبناء عرقية الفولان الرعاة في وجه خصومهم من الدوجون المزارعين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العنف الذي وقع في منطقة تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو. وتشهد مالي أزمة منذ عام 2012 عندما سيطر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شماله الصحراوي، وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي لطردهم من المنطقة، لكن متشددين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أعادوا تنظيم صفوفهم ووسعوا نطاق عملياتهم لتشمل بوركينا فاسو والنيجر. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعتا الشركاء الأوروبيين إلى التوافق سريعا حول خطة التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أن ثمة ضغط وقت هائل، لكن الأزمة هي من تملي الوتيرة وكل يوم مؤثر. من جهتها قالت ميركل إنه سيكون من الجيد التوصل إلى اتفاق في يوليو. وتنعقد قمة لقيادة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 من يوليو في بروكسل، ستكون الأولى التي يحضرونها شخصيا منذ الإغلاق. وستدور القمة حول إقرار خطة الإنعاش التي تقترحها المفوضية الأوروبية وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو. وتصب خطة التعافي في مصلحة دول جنوب القارة الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19، وعليها عدة تحفظات من 4 دول هي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك. رفع مدعون أمريكيون دعوى لمصادرة بنزين على متن 4 ناقلات شحنتها إيران إلى فنزويلا، وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة. وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بأن الناقلات التي غادرت الشهر الماضي تظهر أن الضغوط الأمريكية لم تخضعها بعد. وتضغط واشنطن من أجل الإطاحة بمادورو من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية.
وعقب رفع الدعوى أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في الناقلات الأربعة. وقالت مصادر قانونية إنه لا يمكن على الأرجح للسلطات الأمريكية مصادرة البنزين إلا إذا دخلت الناقلات المياه الإقليمية الأمريكية، لكنهم أضافوا أن الإجراءات يمكن أن تساعد في حمل دول أخرى على التعاون في مصادرة الوقود. تحقق السلطات في بوتسوانا بإفريقيا بوفاة ما لا يقل عن 350 فيلا خلال أسابيع قليلة وفي ظروف غامضة. وسجلت أول حالة نفوق للفيلة في دلتا أوكافانغو بشمال بوتسوانا مطلع شهر مايو الماضي. وشهد منتصف يونيو المنصرم نفوق 169 فيلا، وتضاعف الرقم تقريبا منذ ذلك التاريخ. وكشف مسح جوي عن تمركز معظم حالات نفوق الفيلة قرب نقاط للري. ولم يكشف حتى الآن عن سبب نفوق هذه الحيوانات، إلا أن الحكومة استبعدت احتمالات تسميم الحيوانات من قبل البشر أو إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة. وبحسب مدير الحفاظ على الحياة البرية في مؤسسة الحديقة الوطنية للإنقاذ الخيرية نيل ماكين، فإن الوضع كارثي، داعيا إلى إجراء المزيد من التحقيقات للوقوف على أسباب نفوق الفيلة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.